طيب بدنا نتحرك باتجاه أبو ديس إحنا وياكم، باتجاه بير زيت. أنا آسف، نطلع من أبو ديس باتجاه بير زيت للي بيحب يرافقنا. يعني طبعا ما أنتم عارفين في حواجز على الطريق، وخاصة في جبع وزحمة قلنديا وشوي كفر عقب، لكن إن شاء الله أو منحاول ناخذها من قصيرها نيجي على الطريق الالتفافي إذا قدرنا طبعا، إذا ما عطلونا المستوطنين. يعني إن شاء الله دقيقتين تلحتي منكم، لا تطولوا بالكم. الضيف المفقود اليوم في لقاء اليوم انه بنبحث عن جهة تنظيمية تماما زي ما كنا غلبانين في قطاع المياه، وصار في قرار بال 2014 بتشكيل مجلس تنظيم قطاع المياه، وقبله مجلس تنظيم قطاع الطاقة والى اخره والكهرباء. اليوم الجامعات ما عندها مجلس مرتبطة فيه بشكل عضوي وبشكل مباشر. هذا المجلس هو اللي بيقر وهو اللي بيمنع وهو اللي بيحجم. هذا المجلس المفترض الجامعات ترجع له وتقول احنا بدنا نرفع هذا الرسم وليش. المقصود اليوم معاناتنا مع الجامعات كما أسلفت تماما زي معاناتنا مع البلديات، مع بعض الوزارات، مع بعض المؤسسات، مع مزودي خدمة المياه أكثر من 300 مزود في الضفة. كل مجلس من هذول أو كل هيئة إلها مجلس إدارة بيجتمعوا كل 6 شهور لسنة، بيقروا رسوم جديدة بيرفعوها دون قانون، دون أصول، دون حتى توضيح. وخاصة في قضية الرسوم مش الضرائب، كون الرسوم تختلف عن الضرائب اللي كما أسلفت الغاية منها، واللي كل المؤسسات ذكرتها بما فيها الجامعات تدعي بأنها غير ربحية، مع احترامنا طبعا الجميع، لكن بتيجي ترفع رسوم دون مبرر. والأصل في الرسوم أنها لغايات تشغيل المصاريف الإدارية والنفقات التشغيلية ألا تزيد عن ذلك. السؤال شو اللي استدعى اليوم جل الجامعات إنها ترفع هاي الرسوم؟ خلينا نروح للسيد والسيد أحمد العايش طبعا في جامعة بير زيت، رئيس مجلس الطلبة. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا فيك، مساء الورد. هلا مبارك يا سيدي رفع الرسوم. احنا حبينا نبارك لكم بس ونهنيكم، ويعني نزف هالخبر الطيب للطلبة انه بالاضافة لمعاناتهم الشديدة في الحواجز، في التنقل، في المواصلات العالية جدا، في كلفة المعيشة العالية جدا، والاستئجار السكن طبعا اللي ساكنين خارج مدنهم وخارج قراهم بدرسوا في بعض المحافظات هنا وهناك سواء كان في غزة ولا في الضفة، تطل علينا الجامعات برفع الرسوم. بداية كيف تم رفع الرسوم؟ شو النسبة اللي تم الرفع فيها؟ موقف اتحاد الطلبة؟ ما هو تبرير الجامعة لرفع تلك الرسوم؟ أم هي قرارات يعني عصملية كما يقال غير قابلة للنقاش أو التبرير؟ رفعنا الرسوم، هذا الموجود سيدي إما بتتعلم أو بتتسهل. نقطة وسطر جديد. نعم، بشكرك أولا سيدي على الاستقبال في وطرح هذا الموضوع في قناتكم الكريمة. يعني ما بدأت فيه هو نقد ساخر، وأنا أقول هذا ما يعني فعليا نحن في جامعة بير زيت نعاني منه، أن القرار مجحف. القرار فعليا لا يرقى إلى ولا يعاني ولا يراعي معاناة الطلبة وظروفهم الاقتصادية الصعبة. شعبنا الفلسطيني فعليا بيعاني من العديد من الظروف الصعبة. الآن تأتي جامعة بير زيت لتصدر هذه القرارات المجحفة بحق الطلبة. هناك مبررات في الجامعة حقيقة تطرح هذه المبررات على الحركة الطلابية وعلى مجلس الطلبة، أن الجامعة تعاني من أزمة مالية وتعاني من عجز مالي وتعاني من رفع أسعار ورفع رواتب الموظفين بناء على ما تم من إضراب للنقابة في الفترة الماضية. نحن في مجلس الطلبة وفي الحركة الطلابية فضل أن يكون توجه سد العجز المالي على كاهل الطالب، وهنا المشكلة الأساسية التي نعاني منها مع إدارة الجامعة. ربما أنا أستوعب وأدرك أن هناك أزمة مالية عند الجامعة معينة أو هناك عجز مالي في ميزانية الجامعة، لكن أن يكون التوجه لدى إدارة الجامعة أن تحمل هذا العجز المالي على كاهل الطالب، ويعني كأنه طلاب جامعة بير زيت مش عايشين في فلسطين، كأننا عايشين ولا في الضفة الغربية، كأننا عايشين في الجزيرة. الطلاب بيعانوا. الطلاب فعليا في جامعة بير زيت تضم العديد من الطلاب من مختلف مناطق الضفة، ومثل ما حضرتك السكنات والمواصلات وتكاليف الحياة، وهناك طلاب لهم أخوة في الجامعات.
الوضع الاقتصادي لا يستحمل الشعب الفلسطيني بشكل عام ولطلاب جامعة بير زيت. لذلك نحن في مجلس الطلبة والحركة الطلابية رفضنا هذا القرار جملة وتفصيلا، ورفضنا توجه الجامعة في تحميل المال على كاهل الطالب. إلى الآن ما زالت الاجتماعات قائمة، ما زال هناك فسحة جيدة للحوار مع إدارة الجامعة حتى نصل إلى أفضل الحلول وإلى التراجع عن القرارات المجحفة فعليا بحق الطلبة. طيب، أنا زملائي في البرنامج وأيضا في صحيفة السفير الاقتصادي عاملين مقارنة بسيطة جدا عن أقساط 2015 و2016. بنحكي عن تخصص التجارة على سبيل المثال كان القسط 870 دينار، اليوم بنحكي عن 930 دينار. في الهندسة كان القسط 795 دينار، اليوم 855 دينار. في العلوم كان 720 دينار، اليوم 780. وفي الآداب أيضا نفس الرقم 720 بات 780 دينار. بداية، وهذا طبعا كان محور نقاشي مع زميلك مهدي مناصر من جامعة القدس أبو ديس، أن الرسوم بالأصل، وهذا الحكي هناك أبحاث ودراسات واجتهادات تؤكد تماما بالمقارنة مع معدل دخل الفرد الفلسطيني ومعدل دخل الأسر في فلسطين والحد الأدنى للأجور وكل المقاييس الاقتصادية اللي في العالم، الأقساط الحالية تمثل على الأقل 3 أضعاف اللي بيقدر عليه المواطن. بمعنى القسط اللي أمس بال 2015 كان في التجارة على سبيل المثال 870 دينار، هو بالأصل لازم يكون ما دون 300 دينار. ما بالك اليوم من 870 انطلق والحمد لله ليصل ل 930، وهذا يعني قد يكون العام القادم فيه كمان ارتفاع وهلم جرى. السؤال، الطلبة اللي ما بيقدروا يصرفوا على حالهم في هذه المرحلة واللي حاليا بيعانوا من القسط الحالي، قديش هذا الحكي رح ينعكس عليه سنويا؟ تقديراتك هيك، أعلى نسبة ارتفاع كانت في أي كلية؟ وشو الحلول المطروحة الآن للطلبة طالما الجامعات اليوم كما يقال بين قوسين برضو مع الاحترام لا رقيب ولا حسيب، ما حدا بتدخل بسياساتهم، وأبنائنا رهينة عندهم، التعليم عندهم تعليم في النهاية خاصة للي بيقيموا بنفس المنطقة هو شبيه بعقود الإذعان. بالتالي الطالب ما عنده بديل إلا يشوف جامعة أبعد، وبالتالي راح يدفع مواصلات أكثر، هذا إذا لقى أصلا مواصلات أقل. بمعنى الطالب اللي اليوم في رام الله لو بده يدرس في أبو ديس نعم بيوفر أقساط لأنه الأقساط في أبو ديس أقل، بس الفرقية بده يحطها مواصلات، يعني عمليا الكلفة تقريبا كما هي. هذا طبعا إذا ما بده سكن وخلافه. إيش الطالب بده يعمل اليوم؟ إيش رؤيتكم للطالب الفقير اليوم اللي من أسر فقيرة، وإحنا أغلبنا في سيدي فقراء، على الأقل كلياتنا فقراء إلى الله، شو بده يعمل؟ نعم، بخصوص الرفع ونسبته بمختلف الكليات والجامعة، في هذه السنة القرار كان من الجامعة رفع متساوي لكل التخصصات، لكن إذا نظرنا للسنوات الماضية في 6 سنوات أو 5-6 سنوات الماضية، يعني كان هناك رفع ضخم في العديد من تخصصات الجامعة. يعني إذا أنا بدي أقارن بين 2010 وال 2016، في 2010 كان قسط التجارة الساعة الدراسية الواحدة 31 دينار، في 2016 على الطرح والقرار الذي تصدره الجامعة اليوم قسط الساعة الدراسية الواحدة 52 دينار. يعني رفع خلال 6 سنوات للساعة الدراسية الواحدة 20 دينار. أنت بتتحدث عن تقريبا ضعف القسط ارتفع على طلاب التجارة، وقس على ذلك طلبة الجامعة بشكل عام. لكن أنا عشان أكون يعني محق في حق الجامعة بير زيت بشكل عام، أسرة الجامعة بشكل عام، جزء منها الحركة الطلابية والطلاب هم المكون الأساسي لها، في تميز في عند جامعة بير زيت في مساعدة الطلبة الغير مقتدرين بشكل عام. مش هاي المساعدة مش كان كبيرة أنها تغطي كل الغير مقتدرين، لكن الحالات الغير مقتدرة بشكل أكثر بكثير من الجامعات الأخرى هناك مساعدة فعلية لهذه الحالات. ما نرفضه في الحركة الطلابية في جامعة بير زيت وفي مجلس الطلبة هو سياسة رفع الأقساط، سياسة غلاء التعليم. التعليم هو حق للطلاب. يعني إذا كان اليوم رفعت الجامعة الساعة الدراسية لتخصصات جميع تبع المنير، إذا بدنا نقيس لقدام وأنت زي ما تفضلت أصلا هي مرتفعة، وهذا أنا ما طرحته لإدارة الجامعة وما طرحته أمام الطلبة. لو قارنا أسعار الساعة الدراسية في جامعة بير زيت وفي الجامعات الأخرى وحتى في الجامعات الأردنية وفي جامعات مستواها الأكاديمي أعلى من جامعة بير زيت،
لوجدنا انه في بعض التخصصات القسط الساعة الدراسية قد يصل الى الضعف والى اكثر 30% و40% من القسط الموجود في الجامعات الاخرى. المشكلة التي نعاني منها سياسة تحميل العبء على الطلاب، علما انه في عدة جهات، واذا تسمح لي اذكر الحكومة الفلسطينية كجهة رئيسية في التقصير في حق التعليم. يعني هناك ارقام، وانا مسؤول عن كلامي، مستحقات التعليم التي تصل الى جامعة بير زيت لا ترقى الى المستوى المالي للجامعة، وهي مشكلة يعني مشكلة من اكثر المشاكل التي تعاني منها جامعة بير زيت، هو عدم وصول مستحقات التعليم من الحكومة الفلسطينية إلى الجامعة. مع ذلك نقولها نحن في مجلس الطلبة نطالب إدارة الجامعة أن تبحث عن العديد من الحلول، أن تبحث عن حلول لا تحمل الطالب ولا يعني بالضبط ما بتزيد العبء الاقتصادي على الطالب. أخي أحمد، يعني يجب أن تكون خلاقة ودائمة. نعم. وإلى الجهات المسؤولة بشكل أساسي. يعني تقديرك، يعني أنا كجامعة وعندي مسؤولية أخلاقية تجاه الطلبة في هاي الجامعة، ليش جل الجامعات عندنا إذا مش كلها أقول تذهب إلى أسرع الحلول؟ يعني أسرع الحلول اليوم أنا إذا عندي أي أزمة كبلدية ولا كهيئة ولا كجامعة، إني على طول أرفع الرسوم، ولا ألقي بالا إنه رفع الرسوم هذا يعني في خراب بيوت للكثير من الناس، في أرق وتعب اقتصادي وإرهاق اقتصادي ومالي كبير للسواد الأعظم من الطلبة، لأنه إحنا السواد الأعظم الشعب الفلسطيني، ما أنت عارف سيدي 60% يعني تحت خط الفقر. فيعني ما بدها اجتهاد لتعرف إدارة الجامعة إنه أكثر من 80% من الطلبة هم من ذوي الدخل المحدود، يعني أبنائهم موظفين حكومة، موظفين بنك، موظفين قطاع خاص من الطبقة المتوسطة المعقولة العادية جدا، ما عندهم هاي الإمكانيات يتحملوا هذا الارتفاع الشديد، بدلا من مواجهة المشكلة الحقيقية بأي مصاريف أو التزامات من الحكومة على الحكومة للجامعات، أن تواجه وتحل بالحوار والنقاش والاستمرارية والحلول ورسم السيناريوهات العديدة، وأن يكون آخر سيناريو هو رفع الأقساط اللي عم بصير اليوم العكس تماما. أخي أحمد تفضل. نعم صحيح. يعني هذه المشكلة الحقيقية، والتجارب للأسف إنه الجامعة إلى الآن لم تستفد من هذه التجارب. في 2012 الجامعة حاولت أن تحل مشكلتها المالية برفع الأقساط، للأسف كان الحل مؤقت، وما أثبته هذا الموضوع في 2013 إنه الجامعة ردت عانت من عجز مالي ومن أزمة مالية ومن انخفاض المستحقات التي تصل من الحكومة ومن انخفاض الدعم الخارجي، ووقعت الجامعة في نفس المشكلة وبدأت تبحث عن حلول وذهبت إلى رفع الأقساط، وحصل في 2013 تفكير في جامعة بير زيت وأغلقت الجامعة وفصلت المسيرة التعليمية فترة طويلة، والجامعة اليوم لم تستفد من تلك التجارب. التجربة تقول أن هذا حل مؤقت يثقل كاهل الطلاب، بزيد العبء على المجتمع الفلسطيني اللي أصلا هو بيعاني اقتصاديا وأصلا هو يعني تعبان وضعه. مع هيك هذا الحل مؤقت لن يحل مشكلة الجامعة، وهذا ما قلنا لإدارة الجامعة، أنت تقدم على حل ربما إذا حل مشكلتك سنة سيضاعفها السنة القادمة. تمام. فلذلك ما طلبناه وما نؤكد عليه هو البحث عن حل دائم، حل حقيقي يذهب في التعليم الفلسطيني في المجتمع الفلسطيني إلى تعليم يقتدر عليه كل الطلاب، المحتاج وغير المحتاج. التعليم ليس للغني فقط، التعليم لكل الطلبة، لكل من يطرق باب طلب العلم. لذلك على إدارات الجامعات بشكل عام في كافة الأراضي الفلسطينية أن تبحث عن حلول خلاقة لاستمرارية التعليم ولارتفاع جودته ولبقائه شامخا دون التأثير بشكل سلبي على الطلاب ودون حرمان الطلاب المحتاجين والفقراء من التعليم. هل تقديرك إدارة الجامعة ممكن تستجيب لمطلب الاتحاد أو مجلس الطلبة وبالتالي يعني تخفف من وطأة هاي الرسوم أو تعمل استثناءات معينة، تعمل برامج معينة؟ يعني في بعض المدارس حتى في القطاع الخاص بنشوف إذا كان الطالب له شقيق له أو أخته في المدرسة لهم خصم معين، الطلبة اللي بيجوا خاصة يعني اللي بيسكنوا في خارج المدن وخارج الأرياف، حتى كمان في ريفنا اللي بيعاني كمان الأمرين الآن، ما يسمى في المنطقة جيم وخلافها، هذول الناس بحاجة لدعم، بحاجة لتواصل من الأغوار إلى آخره. هل في هناك هاي الحالات تأخذ بعين الاعتبار
على الرغم أنه طبعا أيضا هاي الحالات سيتم تحميلها للطالب، بمعنى اليوم إحنا بجوز بكرة نطلع نشكر جامعة معينة إنها والله قدمت منحة أو دعمت أو خفضت من الرسوم ل100 طالب على سبيل المثال. هو عمليا الدعم هذا جاء من جيب طالب آخر، عشان نكون واضحين. ما احنا عشان نكون واضحين في هالبلد ونسمي الأمور بأشيائها. ما هي المكرمة اللي من كل يوم التاني بيقولوا مكرمة فلان ومكرمة علان، من وين بتيجي؟ ما هي المنحة برضو من وين بتيجي؟ عشان نعرف أصل الأشياء من وين بيجي. قديش تقديرك لاستجابة إدارة جامعة بير زيت، مع الاحترام طبعا لمطلب مجلس الطلبة؟ يعني احنا الآن ما زلنا في بداية الأزمة، ما زالت الاجتماعات قائمة، الحوار بابه مفتوح الآن. يعني في توجه إيجابي لدى إدارة الجامعة، نظرا لأنه حصل عدة إشكاليات آذت الجامعة، يعني سواء إدارة وأضرت في المسيرة التعليمية بسبب قرارات غير مدروسة مثل هذا القرار. يعني أرى أنه في إمكانية نأمل ذلك، يعني ما بنقدر أنه إحنا نقطعها من البداية لأنه ما زال الحوار قائم. ولكن أنا أريد أن أقول شيء بالنسبة لما ذكرته من موضوع المنح نعم فعليا في إعفاءات مالية وفي منح إخوة وفي عدة فئات من المنح تقدم في جامعة بير زيت، وهذا نقدره ونحترمه، وبالعكس نحن كمجلس طلبة نساهم فيه ونرسخ علاقة الجامعة مع المؤسسات الإقليمية والمحلية وحتى المؤسسات العالمية في دعم الطلاب المحتاجين حقيقة. لكن المشكلة زي ما أنا حكيت لك قبل هيك في موضوع سياسة رفع الأقساط. يعني إذا أنا اليوم بدعم الطالب في نص القسط، إذا أنا كنت في 2010 أدعم في نص القسط، اليوم نص القسط هو قسط 2010. صحيح أنا دعمته، بس فعليا رفع الأقساط بهذه السياسة راح أنا أصير أدعم الطالب وبعد ما أدعمه مش حيكون قادر إنه يدفع بقية القسط حسب الإعفاء اللي ممكن يكون له. لذلك فالسياسة مرفوضة بشكل مطلق. نتمنى إنه نصل مع إدارة الجامعة إلى حل يخفف عن كاهل الطالب، وحل يبعد العبء المالي على الطالب، وإنما يوجه نحو مؤسسات ونحو جهات رسمية قادرة على حل الأزمة بشكل دائم وبشكل جذري. حال لم تستجب الجامعة، هل هناك أي نشاط معين ممكن المجلس يقدمه كخطة، يعني نسميها الخطة باء ولا جيم، أم خلاص راح نسلم بالأمر الواقع ونقول للطلبة دبروا حالكم مع حالكم، أو هالطالب يروح يشوف له مطعم ولا يفتح له بسطة بعد الدوام يشتغل يدبر حاله سيدي ويصرف على حاله؟ يعني لم يعهد على الحركة الطلابية في جامعة بير زيت إنها تنازلت أو تخلت عن حقوق الطلاب. نحن يعني صرحنا بهذا لإدارة الجامعة وبشكل علني أمام إدارة الجامعة وأمام كل الطلاب أن كل الخيارات أمامنا مفتوحة. ما نتمنى أن يحدث هو الحل أفضل الحل في أسرع وقت وبأقل التكاليف. في حال لم يكن هناك استجابة لا شك أن كل الخيارات مفتوحة في النهاية. طيب نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق ودفع رسوم. احنا بنقول لطلبتنا ادفع رسمك وانت رافع راسك، لا تقلق، خلي دائما أملك كبير وخلي دائما همتك عالية، وإن شاء الله بكرة بتتخرج وبتشتغل، وبعد 20-30 سنة بتقدر تجمع بضمن هالرواتب الموجودة في البلد، تقدر تجمع اللي دفعته في الجامعة ليكون استثمارنا في التعليم يصير هاجس بعد ما الطالب يتخرج اليوم، بدل ما يفكر في الإبداع، في التألق، في التميز، في الاحترافية، حتى يبدأ برحلة جديدة بعد رحلة 4 سنوات أو 6 سنوات أو 5 سنوات، رحلة من نضال جديد، من استمرارية جديدة، يقدم فيها شيء لوطنه، يقدم فيها شيء لمجتمعه، بده يطلع لرحلة مليئة بالهواجس. والهواجس مصطلح بدوي، بيقولوا فلان بهوجس يعني زي ما أنا هلأ عم بهوجس معكم، يعني بيحكي مع حاله، لأنه المواطن صار في هالشارع. والله يا أخو في ناس والله بيكون ماشي في الشارع بتنادي عليه ما هو سامعك، سارح في ملكوت الله، سارح في همومه وشجونه، خاصة عنده طلبة في الجامعات وطلبة في المدارس ومصاريف ومواصلات وضرائب ورسوم وهموم. اليوم الطالب راح يطلع بعد رحلة 4-5 سنوات يهوجس السنوات اللي بعدها أضعاف من تلك السنوات، يهوجس كيف بس بده يسكر الديون اللي تحملها أهله والأعباء المالية الضخمة اللي تحملوها وهم بصرفوا عليه لا يقولوا والله هينا خرجنا ابننا
تخصص تجارة ولا محاسبة ولا طب ولا هندسة ولا إعلام ولا خلافه، لعبين ما يقدروا يشيلوا عنه هالكاهل، وبالآخر بروح يدور على وظيفة بيلاقي له وظيفة ب300-400 دينار يا دوب تكفيه مواصلات، وإذا إجا عباله يشتري له قميص ولا بنطلون بيأخذهم على الدفتر، لأنه راتبه ما بكفيه حتى يعيش حياة كريمة ونبيلة في إطار الأسعار غير الكريمة، الأسعار اللئيمة والرسوم اللئيمة اللي بيعيشها المواطن الفلسطيني اليوم. شكرا أخي أحمد العايش، وبارك للطلبة نيابة عنه. الله يعطيك العافية. شكرا، يعطيك العافية. إذن أنهينا لقاءنا مع الزملاء مهدي مناصرة، وربنا يهدي كل أصحاب القرار، والزميل أيضا أحمد العايش، وإن شاء الله دائما نكون عايشين بخير وحب وسلامة بدون هالرفع الجنوني للرسوم، بدون ما يجري من جنون في الأسعار وجنون في الرسوم وجنون في كل الإجراءات، والاستقلالية غير المبررة، الاستقلالية غير المبررة لجل الجهات. اليوم الحمد لله 650 هيئة عاملة حكومة لحالها، 14 جامعة أعتقد في الوطن بتغطي حوالي 220-230 ألف طالب عاملة حكومة لحالها، 325 مزود للمياه في الضفة المحتلة وغزة المحاصرة طبعا عاملين حكومة لحالهم، والحكومة عاملة بجوز كمان حكومة لحالها، والشاطر اللي بده يرفع الرسوم. وما أدراك لسه في حكومات البنوك وحكومات مؤسسات الإقراض اللي أيضا اليوم الحمد لله رب العالمين ترفع رسوم وتزيد من الهموم وتحصل على قروض صفرية وتقرضها للمواطن ب7 و8 و9%. تحية للرسوم اللئيمة والحياة اللي باتت فيها الوطن مش كريمة. كونوا معنا الأحد القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.